نبدأ بقى نمسك واحد واحد نتكلم عنه بالتفصيل. اول حاجة الانسولين عندنا شورت اكتنج انسولين، وده الانسولين الناتشرال او بيسموه الكلير. الانسولين اللي هو الرايق، الانسولين في منه الرايق اللي هو ده اللي هو الناتشرال الطبيعي، اللي هو زي اللي موجود في جسمنا بالظبط ولكنه متصنع بره. طيب الانست بتاعه 30 ل 60 مينت، يعني بيشتغل بعد 30 دقيقة، نص ساعة ويكون اشتغل. طيب عندنا تاني نوع اللي هو ال NPH، ودي اسمه ناتشرال بروتامين هاجيدورم. هاجيدورم ده اسم العالم اللي عمل فيه موديفيكيشن. ايه الموديفيكيشن؟ ان هو ضاف البروتامين امينو اسيد مكان امينو اسيد تاني، فخلاه الانست بتاعه لونج شوية، خلاه بدل ما يشتغل بعد نص ساعة لا يشتغل بعد ساعة، والديوريشن بتاعته توصل من 10 ل 14 ساعة. طيب يبقى ده ال NPH او الناتشرال بروتامين هاجيدورم. العالم هاجيدورم عمل فيه موديفيكيشن صغير كده، تمام، خلى الديوريشن بتاع الانسولين بدل ما هو 4 ل 8 ساعات يبقى 10 ل 16 ساعة. طبعا الناتشرال اللي هو الطبيعي ده بعد 4 ل 8 ساعات بيكون انتهى خلاص. طيب لما عملنا التعديل ده زودنا الديوريشن بتاعه، ولكن الانست بتاعه برضو متأخر. طيب بعد كده في النوع الثالث اللي هو الرابيد اكتنج، سريع المفعول. طيب ده بيشتغل في خلال قد ايه؟ ده بيشتغل في خلال 5 دقايق. 5 دقايق، ايوه في خلال 5 دقايق يبدأ يشتغل. وده عندنا في منه 3 انواع، في انسولين ليس برو، انسولين اسبارتيت، وانسولين جلولايزين. ليس برو، اسبارتيت، جلولايزين. ليس برو، اسبارتيت، جلولايزين، تمام، دول اللي هما الرابيد اكتنج. طيب بعد كده عندنا اخر نوع وهو اللونج اكتنج. اللونج اكتنج يعني ايه؟ طويل المفعول جدا، وهو الانسولين جلارجين اشهر واحد. الانست بتاعه بعد ساعتين، يعني بعد ساعتين بيبدأ يشتغل، ولكن الديوريشن بتاعه بيقعد 24 ساعة وممكن اكتر كمان يوصل ل 36 ساعة. طيب اهو ادي ده رسمة توضيحية هي بتوضح الشورت اكتنج. ده الشورت اكتنج اهو، شايف الشورت اكتنج بيشتغل امتى؟ بيشتغل بعد نص ساعة. طيب ولكنه بيخلص بعد 4 ل 8 ساعات، تمام. بعد كده عملوا الانترميديات اكتنج اهوت، بقى لونج شوية، بيقعد ل 12 ساعة او ممكن يعدي كمان 15 20 ساعة، ولكن بقى بيبدأ بعد ساعة لساعتين. طيب الرابid اكتنج اللي هو السريع جدا ده بعد 5 دقايق بيكون اشتغل، ولكنه بعد 3 ل 5 ساعات بيكون مفعوله انتهى. طيب اللونج اكتنج اللي هو الاحمر الاخير ده بيزل، بيشتغل بعد ساعتين ويفضل كده مستواه ثابت في الدم لحد 24 ساعة او اكتر كمان، تمام. طيب نبدأ بقى كده نتعرف عليهم واحد واحد بالتفصيل والاسماء التجارية بتاعتهم. اول حاجة البريباريشنز اوف انسولين ايه اصلا؟ يعني الانسولين ده موجود في اشكال ايه؟ والله ممكن يكون في فليكس بن او بنفل او فايل. الفليكس بن اللي هو القلم الانسولين، وده نوعين، اما ان هو يكون ديسبوزابل بيستخدم مره واحده وبيترمي، او ان هو يكون ريوزابل بيستخدم كذا مره. اللي بيستخدم مره واحده وبيترمي ده اللي هو الفليكس بن، بيستخدم مره واحده، بيبقى جاي وفيه الخرطوشه بتاعته مليانه انسولين، بتخلص بترمي القلم وتشتري قلم جديد فيه الانسولين بتاعه الجديد. طيب الريوزابل ده بقى ده قلم بيبقى نضيف شويه، وبيبقى فيه مكان للخرطوشه اللي هو البنفل. البنفل دي اللي هي الخرطوشه، تبقى حاجه صغيره كده متعبي فيها الانسولين وبتتحط في القلم في مكان، وبعدين بقى كل ما تخلص بترمي الخرطوشه دي وتجيب خرطوشه جديده وتحطها مكان الخرطوشه القديمه، وهكذا تفضل تستخدم القلم على طول. وفي الفايل دي اللي هو الحقنه، بتسحب منها بقى بسرنجه كده، تمام، 10 وحدات او 20 وحده وتاخدهم برضو. الشورت اكتنج عندنا ايه؟ عندنا اكت رابيد ده شورت اكتنج اللي هو الطبيعي، وعندنا هيوميولين ار
وانسولين جبت ار. هيوميولين ار وانسولين جبت ار. ار دي اللي هو الشورت اكتنج يعني، تمام. اكت رابيد، هيوميولين ار وانسولين جبت ار. اكت رابيد اهو، ده البنفل اللي هي الخرطوشه اللي بتتحط في القلم، اللي هو القلم اللي ريوزابل بيفضل يستخدم على طول. طيب ودي الفايل اللي هي حقنه كده، بتفتح الغطا بتاعها وتسحب منها الوحدات بتاعتك وتحطها تاني في التلاجة. بعد كده الانترميديت اكتنج اللي هو الانسوليتارد، انسوليتارد انترميديت اكتنج، وهيوميولين ان وانسولين جبت ان. هيوميولين ان وانسولين جبت ان. ان اللي هو يعني ايه؟ ان بي اتش، اللي هو بيقول لك ان ده ان بي اتش يعني اهو ان بي اتش. انسوليتارد، هيوميولين ان، انسولين جبت ان. والسلايد دي كلها يعني ما بتستخدمش كتير. ليه؟ لان ده شورت اكتنج هيحتاج يتاخد 3 مرات في اليوم، وده انترميديت اكتنج بيشتغل بعد 2 3 ساعات. طيب هم عملوا ايه؟ عملوا ميكس ما بينهم الاتنين مع بعض في أنبولة واحدة أو في سرنجة واحدة، بحيث بيبقى 70% من الانسولين جبت أو ال NBH يعني، و30% من الشورت أكتنج. فده يشتغل إزاي؟ أنت بتاخد 30 وحدة، 30 وحدة دي بيبقى تلتهم 10 وحدات سريع. أول ما تاخد الانسولين ال10 وحدات دول يشتغلوا على طول في خلال نص ساعة. وتلتين الجرعة بيبقى NBH اللي هو ايه؟ طويل المفعول شويه، يقعد معاك 12 ساعه. فده بيبقى ميكس كده تاخده مرتين في اليوم وبس كده، تمام. اللي هو اشهر حاجه ميكستارد هنقوله في السلايد الجاي. طيب الرابد اكتنج عندنا ايه؟ عندنا هيومالوج، هيومالوج ونوفو رابد فليكس بين اهو. ده الفليكس بين اللي هو القلم اللي ديسبوزابل بيستخدم مره واحده ويترمي. فليكس بين بتظبط الجرعه بتاعته من هنا كده، من العداد اللي ورا ده، تمام. بتلف البكره دي كده وتظبط الوحدات زي ما انت عايز، 10 وحدات، 5 وحدات، 20 وحده، تمام. وبعدين تضغط على الزرار اللي ورا ده، وتكون انت طبعا حاطط السن في الجلد، يبدا يفضي الوحدات بتاعته دي، تمام. قلنا الرابد اكتنج اما انسولين ليس برو اللي هو موجود في هيومالوج، او اسبارتيت اللي هو النوفو رابد، او الجلولايزين اللي هو الابيدرا. طبعا اشهر حاجه هو النوفو رابد، وبرضو الابيدرا يعني مشهور شويه، تمام. ده رابد اكتنج سريع، بيتاخد يعني في خلال قبل الوجبه على طول 5 دقايق يكون اشتغل، تمام. طيب ندخل بقى على اللونج اكتنج. اللونج اكتنج عندنا لانتوس وتوجيو، لانتوس وتوجيو. وده بيبقى انسولين جلارجين، يعني اتحط او عمل تركيبه معينه، شال امينو اسيدز معين وحط امينو اسيد تاني، مش عايزين ندخل في التفاصيل، حط جلارجين، وبالتالي خلاه لونج اكتنج ممتد المفعول جدا، ماشي. بيوصل ل 24 ساعه او اكتر، تمام. بعد كده انسولين ديتيمير، ده برضو لونج اكتنج. عندنا ليفيمير، ليفيمير. وعندنا برضو تريسيبا، ده لونج اكتنج. كل الحاجات دي لونج اكتنج، لانتوس وتوجيو، ليفيمير، تريسيبا. مش لازم تعرف يعني كل امينو اسيد بالتفصيل، تبقى عارف بس ان دول لونج اكتنج: لانتوس، توجيو، ليفيمير، تريسيبا. لانتوس، توجيو، ليفيمير، تريسيبا. لانتوس، توجيو، ليفيمير، تريسيبا. بعد كده بقى ايه الميكس اللي انا قلت لك عليه اهوت، اللي هو 30% شورت و70% NBH. عندنا اشهر حاجه ميكستارد، وهو ده اشهر انسولين بيستخدم اصلا. يعني كل الحاجات دي لو عايز تحفظ حاجه واحده بس هو الميكستارد، اشهر انسولين بيستخدم، تمام. طيب عندنا نوفو ميكس، لا قلم نوفو ميكس بتاع شركه نوفو الدنماركيه. وهيوميولين 70 30 70 30، هو برضو كاتب لك التركيزات اهي، تمام. هيوميولين. طيب اشهرهم الميكستارد، طبعا لازم تبقى حافظه وعارفه كويس جدا، وده اشهر حاجه الناس بتاخده وماشيه عليه. لانتوس مشهور جدا، لانتوس بتاع شركه سانوفي، شركه سانوفي الفرنسيه، مشهور جدا لانتوس، لانتوس. وعامله برضو توجيو بنفس نفس الماده، يعني نفس الشركه عامله نفس الماده، لانتوس وتوجيو.
لانتوس وتوجيو، شركة سانوفي. تمام، المشهور جدا هو لانتوس. طيب عندنا ميكستارد برضو مشهور جدا، ميكستارد. يبقى كده الانسولين سريعا تاني، في منه فليكسيبين وفي بينفل وفي فايل. الشورت اكتنج عندنا اكت رابيد، هيوميولين ار، انسولين ايجيبت ار. اكت رابيد هو اشهر حاجه، ماشي. لو هتحفظ حاجه واحده احفظ الاكت رابيد، اكت رابيد. طيب بعد كده الان بي اتش عندنا انسوليتارد، هيوميولين ان، انسولين ايجيبت ان، يعني مش مشهور. طيب بعد كده الرابيد اكتنج عندنا هيوميولوج ونوفو رابيد وابيدرا. اشهر حاجه النوفو رابيد والابيدرا، مشهورين جدا نوفو رابيد وابيدرا. بعد كده اللونج اكتنج عندنا اللانتوس وتوجيو ليفيمير تريسيبا. لانتوس، توجيو، ليفيمير تريسيبا. اللانتوس مشهور جدا جدا جدا. تمام. بعد كده الميكس بقى عندنا ميكستارد، نوفو ميكس وهيوميولين. اشهر حاجه هو الميكستارد، مشهور جدا جدا. كده تمام الانسولين. ندخل بقى على الاورال هايبوجلايسيميك دراجز. اول حاجه السكريتوجوجز. سكريتوجوجز قلنا سكريتوجوجز بتزود الانسولين سكريشن، بتحفز الانسولين ان هو يطلع من البنكرياس. عندنا السلفونيل يوريا. السلفونيل يوريا مجموعه الادويه ديت بتتاخد قرص مره واحده في اليوم، بيبقى الصبح قرص صباحا. تمام. اشهر حاجه طبعا هو الاماريل، يعني لو حد يعرف اماريل اللي بيتاخد كل يوم قرص الصبح. ولكن المجموعه دي عيبها حاجتين، ان هي بتعمل سيفير هايبوجلايسيميا، وتاني حاجه ان هي مع الوقت ممكن يحصل ان البنكرياس يحصل له اكزوهيشن. خلاص هي عامله زي العصايه كده اللي نازله على البنكرياس وعماله تقول له اشتغل 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 وطلع انسولين. فخلاص بعد فتره بيبدا البنكرياس يحصل له اكزوهيشن، وخلاص البيتا سيلز ما عادش فيها انسولين تقدر تصنع انسولين وتطلعه تاني، خلاص ماتت. فبتبقى بعد فتره مش فعاله، وبنبدا مثلا ان احنا نشوف حاجه تانية. طيب بس الهايبوجلايسيميا اللي هي بتعملها خطيره، فعشان كده الناس اللي بتاخد الادويه ديت هي الناس اللي هتاخد الدواء وتفطر في ميعادها وتتغدى في ميعادها. ليه؟ لانك انت لو خدت الدواء الصبح وما فطرتش، تمام، او مثلا رحت شغلك وبتاع واشتغلت ودماغك مشغوله وبتاع ونسيت ان انت تفطر، هتبص تلاقي دخلت في هايبوجلايسيميك كوما، وطت السكر جامد وانت ما فطرتش. فبالتالي هيؤدي الى ان انت يجيلك هايبوجلايسيميك كوما ويغمى عليك وكده. طبعا لو ما سمعتش الدكتور مصطفى شرح الكومبليكيشنز بتاعه السكر، الهايبوجلايسيميك كوما والدايابيتيك كيتو اسيدوزيس والحاجات دي، الاكيوت كومبليكيشنز ازاي تتعامل معاها بالظبط، هسيب لك الفيديو في الاي بتاع الفيديو فوق، لو ما سمعتوش اسمعه. طيب الماده دي موجود منها ماده الجليميبرايد. جليميبرايد وده اشهر حاجه موجود في الاماريل. اماريل ده موجود في ماده الجليميبرايد اهوت، مضاف عليه الميتفورمين. مضاف عليه ميتفورمين بتركيز 500 مللي جرام. طيب الاماريل اصلا موجود منه 4 تركيزات، اماريل 1 و2 و3 و4. طيب ومضاف عليه الميتفورمين في اماريل ام بقى، مضاف عليه الميتفورمين بتركيز 500 مللي جرام. هنعرف دلوقتي ان الميتفورمين بيتاخد لكل الناس بتوع السكر، اي واحد عنده سكر ممكن ياخد ميتفورمين، مفيش منه اي مشاكل، وبيستخدم يعني بيشتغل في كذا اتجاه هنعرفهم دلوقتي. بعد كده عندنا الدولسيل، هو زي الاماريل برضو بس الدولسيل بيوصل تركيزاته ل6 كمان، 1 و2 و3 و4 و5 و6. ودايابينور، دايابينور، اماريل، دولسيل، دايابينور. اشهرهم هو الاماريل، اشهرهم هو الاماريل. طيب بعد كده عندنا ماده الجليبين كلاميد، ودي موجوده في جليميت. جليميت برضو اشهر واحد في ماده الجليبين كلاميد. وفي جليميت فورت بيبقى موجود فيه ميتفورمين اهو بتركيز 800، وفي تركيز 1000 او 500. هو الميتفورمين يا اما بتركيز 500 يا اما 850 يا اما 1000، دول الثلاث تركيزات بتوع الميتفورمين. ودايما بتلاقيه مضاف على كل ادويه السكر، يعني الميتفورمين ممكن يتاخد لوحده وممكن تلاقيه في كومباينيشن مع اي دواء، زي السلفونيل يوريا اهو مضاف عليها ميتفورمين. عندنا جلوكوفانس مشهور برضو، جلوكوفانس ودوانيل. جليميت، جلوكوفانس، دوانيل. جليميت، جلوكوفانس، دوانيل، الثلاثه يعتبر مشهورين.
جليمت جلوكوفانس دوانيل، ادي جليمت جلوكوفانس دوانيل. طيب تالت مادة من السلفونيليوريا معانا وهي مادة الجليكليزايد، ودي موجودة في الدايماكرون. الدايماكرون موجود منه 60، موجود منه 30. 60 وال 30 دول بيبقوا ام ار موديفايد ريليز، ممتد المفعول، بيتاخد مرة واحدة في اليوم ويفضل معاك طول اليوم. موجود منه تركيزين 30 و60، وفي تركيز 80 ده بيبقى عادي مش موديفايد ريليز ولا حاجة. تمام، يبقى دايماكرون 30 و60 ام ار وفي 80. طيب وفي داياميديزين نفس الكلام برضه 30 و60 ام ار داياميديزين. دايماكرون مشهور جدا 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 دايماكرون. تمام، يبقى كده السلفونيليوريا باختصار دي ادويه بتزود الانسولين سكريشن. طيب بتتاخد امتى؟ بتتاخد الصبح، ممنوع ان احنا نديها للناس اللي هم خصوصا رجال الاعمال، الناس اللي هم مثلا ممكن ياخدوا الدواء وينزلوا يشتغلوا وينسوا اصلا ياكلوا، او دماغهم مش واحد على روتين اكل كده، فبلاش ياخد المجموعه دي. في مجموعه تانية هنوصي بيها، تمام، لانها ممكن تدخله في هايبوجلايسيميا لو ما اكلش، يبقى لازم تاخد الادويه دي وتاكل. طيب عندنا الاماريل، اماريل مشهور جدا، اماريل دولسيل دايابينور. بعد كده جليمت وجليمت فورت وجلوكوفانس ودوانيل، جلوكوفانس ودوانيل، جلوكوفانس ودوانيل. بعد كده دايماكرون 30 و60 ام ار وداياميديزين، دايماكرون وداياميديزين. كده خلصنا السلفونيليوريا اللي هو اول حاجه في السكريتوجوج. طب تاني حاجه في السكريتوجوج ايه؟ هو الريباجلينايد. الريباجلينايد لو انت في شك ماشي ادي الريباجلينايد. عندنا النوفو نورم. لو انت في شك من ايه بقى؟ لو انت في شك من الهايبوجلايسيميا، مش احنا قلنا ان السلفونيليوريا ممنوع ان هي تتاخد للناس خصوصا رجال الاعمال لانه ممكن يدخل في هايبوجلايسيميا. لو انت عندك شك ادي الريبا ده بقى عباره عن ايه؟ الريبا ده برضو سكريتوجوج بيزود الانسولين سكريشن، ولكن يتاخد قبل الاكل مباشره، قرص مره في اليوم قبل الاكل. انت راجل اعمال نزلت اشتغلت وبتاع وقعدت في الشغل ساعتين 3 4، تمام، في الاخر هتاكل. قبل ما تاكل خد الحبايه، اكلت بقى الساعه 8 الساعه 10 الساعه 12، وقت ما تاكل تاخد الحبايه بتاعتك على طول. نوفو نورم موجود منه تركيز نص، تركيز 1 وتركيز 2 مللي جرام، ماده الريباجلينايد. وعندنا جلوكو نورم، نوفو نورم وجلوكو نورم، طبعا نوفو نورم هو الاشهر. كده خلصنا السكريتوجوجز. يبقى السكريتوجوجز قلنا حاجتين، السلفونيليوريا والريباجلينايد. لو كنت في شك من السلفونيليوريا ان هي تعمل هايبوجلايسيميا ادي الريباجلينايد، ما بتعملش هايبوجلايسيميا قوي. خلي بالك السلفونيليوريا دي من نفس عيله السلفا، لو حد عنده حساسيه من السلفا ولا حاجه ما بياخدهاش، بيجي له حساسيه منها وبيوقفها وبيعمل شيفت لحاجه تانية. طيب ندخل بقى على الانسولين سنسيتايزرز، حاجات بتزود حساسيه الريسبتور للانسولين. عندنا ماده البايوجليتازون ماشي، ماده البايوجليتازون سنسيتايزر، تمام، الزد مع الزد يعني. البايوجليتازون عندنا اكتوس بينزل منها تركيز 15 و30 و45، طبعا 45 مش مشهور قوي، هتلاقي تركيز 30 و15. وانسوداين اكتوس وانسوداين وهاي جليتازون. طبعا الماده دي ما بتبقاش هي رقم واحد انسولين سنسيتايزر هو الميتفورمين. ميتفورمين ده انسولين سنسيتايزر بيتاخد لاي حد، انما ده بتبقى الخيار بقى بعد ما خد سلفونيليوريا وخد ميتفورمين وخد حاجات كتير ومفيش نتيجه، ممكن ياخد البايوجليتازون ده، ولكن يعني ما بيفضلش ان احنا نبدا بيه لان مشاكله كتير، واشهر حاجه بيعملها ان هو بيعمل مشاكل في الكبد، فلازم اي حد بياخده اضطر ان هو ياخده لازم يعمل وظائف كبد كل فتره، علشان يطمن على الكبد بتاعه، تمام. هو بيتاخد برضو قرص مره في اليوم صباحا. طيب الميتفورمين بقى، وده دايما اما يتاخد لوحده او في كومباينيشن مع حاجات كتير، شفناه في كومباينيشن مع السلفونيليوريا، وهنشوف كومباينيشن مع كل الادويه اللي جايه التانية. عندنا في جلوكوفاج تركيز 1000 وفي تركيز 500 وفي تركيز اكس ار ممتد المفعول، وفي سيدوفاج
سيدوفاج برضو موجود بتركيز 500 وموجود بتركيز 850، موجود بتركيز 1000. جلوكوفاج وسيدوفاج دي ماده الميتفورمين. طبعا الميتفورمين بتشتغل بكذا طريقه، بكذا ميكانيزم. اول حاجه ان هي بتقلل الانسولين ريزيستنس، يعني بتقلل مقاومه الانسولين. اي حد بيبقى عنده تايب 2 دايابيتس غالبا بيبقى عنده مقاومه انسولين، عشان كده كل الدكاتره بتحب ان هي تدي الميتفورمين، لانه بيقلل مقاومه الانسولين. يعني ايه؟ يعني بيزود الانسولين سنسيتيفيتي، يعني حساسيه الريسبتور للانسولين. تمام؟ لما هو يزودها يبقى كده الانسولين هيشتغل بسرعه. طيب تاني حاجه كمان ان هو بيقلل الجلوكوز ابزوربشن من الجي اي تي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا اكلنا اي اكله فيها كربوهيدرات او فيها جلوكوز بسرعه بنسبه عاليه، هو بيمنع امتصاص الجلوكوز ده ان هو يدخل ويروح على الدم. طيب دي حاجه كويسه. حاجه كويسه ان هو بيقلل الجلوكوز، ولكن يعني لما هتبدا بميتفورمين مع حد لازم تبدا بتركيز ال 500، بعد كده ممكن ترفع بعد فتره ل 850، بعد كده 1000. ليه؟ لان الجلوكوز اللي موجود في المعده ده هيعمل مشاكل، هتلاقي فيه جي اي تي ابست، وتلاقي فيه ماسل ابدومينال كرامبز، وتلاقي فيه كل شويه داخل حمام وبتاع ومش مرتاح. فعما يتعود عليه تبدا دايما بالجرعه القليله عما يتعود عليه. طبعا يعني في بقى الميتفورمين ده دلوقتي بيستخدم في كذا حاجه، يعني مثلا الدايابيتس طبعا، وكمان ممكن مثلا الناس بتكتبه فيه ان هو يخسس على طريق ان هو بيقلل الجلوكوز ابسوربشن اهوت. وكمان ممكن يستخدم في البوليسيستيك اوفري سندروم، تكيس المبايض. وعندك كمان سكر الحمل. اي واحده حامل لو جالها سكر اثناء الحمل بتاخد ميتفورمين، طبعا هو كاتيجوري بي فبيستخدم في الحمل كويس، وبتاخد انسولين برضو. الانسولين يقدر يستخدم في الحمل بكل امان، دول اكتر اتنين امنين في الحمل. طيب يبقى كده خلاص خلصنا الانسولين سنسيتايزرز. قلنا البايوجليتازون والميتفورمين. بايوجليتازون عندنا اكتوس وانسوداين وهاي جليتازون. بعد كده الميتفورمين عندنا جلوكوفاج وسيدوفاج. ندخل بعد كده على البيبتايد انالوجز. بيبتايد انالوجز قلنا في نوعين، في داي بيبتايد بيبتايديز انهبيتورز، ادويه بتنهبت الداي بيبتايد بيبتايديز، وهو ده الانزيم المسؤول عن تكسير الانكريتين هرمونز، فلما ما تتكسرش تزيد ونسبتها ترتفع، وبالتالي تزود الانسولين. طيب عندنا ماده السيتاجليبتين، عندنا جانوفيا وجانوميت. جانوميت اهو ماده السيتاجليبتين مع ميتفورمين بتركيز 1000، الاثنين مع بعض. جانوفيا وجانوميت، يعني ادويه نظيفه، وكل الادويه دي نظيفه ومشهوره جدا، وطبعا يعني ما فيش حد ما يعرفهاش، لازم كل الناس تبقى عارفاها. جانوفيا وجانوميت. بعد كده ماده الفيلداجليبتين. تمام؟ دايما بيبقى مضاف معاها ميتفورمين. جالفاز، في جالفاز عادي، في جالفاز ميتفورمين. وجالفاز ميت ده في منه 3 تركيزات. طبعا ماده الدايبيبتايد بيبتايديز دايما بينزل بتركيز 50 مللي جرام. تمام؟ 50 مللي جرام. فالجالفاز هتلاقيه مثلا جالفاز عادي ده هو 50 مللي جرام، طب جالفاز ميت لا 50 مللي جرام. والميتفورمين ممكن يكون 1000، ممكن يكون 850، ممكن يكون 500. فعندنا جالفاز ميت 50 على 500، وجالفاز ميت 50 على 850، وجالفاز ميت 50 على 1000. وكذلك برضو كل الحاجات دي جليبسس 50 على 1000، 50 على 850، 50 على 500. ديبا فالي وديبا فالي بلس برضو نفس الكلام. ايكاندرا وايكاندرا بلس، شوجارلو وشوجارلو بلس، فيلدا جلوز وفيلدا جلوز بلس. كل الحاجات دي مشهورة جدا ولازم تعرفها كويس. جالفاز جليبتاس ديبا فالي، جالفاز جليبتاس ديبا فالي، جالفاز جليبتاس ديبا فالي. ايكاندرا شوجارلو بلس، شوجارلو وفيلدا جلوز. ايكاندرا شوجارلو فيلدا جلوز، دي مادة الفيلداجليبتين. طيب بعد كده عندنا مادة السكساجليبتين، ودي موجودة في اونجلايزا والليندوجليبتين موجودة في تراجنتا. مش مشهورين قوي، هو اشهر حاجة الفيلداجليبتين، وعشان كده هتلاقي فيها كذا مادة فعالة، وكل دول مشهورين جدا. يعني ال6 اسماء دول لازم تكون حافظهم، كلهم مشهورين. جالفاز جليبتاس ديبا فالي، جالفاز جليبتاس ديبا فالي. ايكاندرا شوجارلو فيلدا جلوز، ايكاندرا شوجارلو فيلدا جلوز. وبرضه السيتاجليبتين مشهور. الجانوميت والجانوفيا مشهورين جدا، جانوفيا وجانوميت. ندخل بقى على تاني حاجة وهي الانكريتين مايميتكس، الانكريتين هرمون نفسه. احنا قلنا الدايبيبتايد بيبتايديز انهبيتورز في السلايد اللي فات،
اللي هي بتمنع تكسير الانكريتين هرمون، فالانكريتين هرمون يزيد. ده بقى انجكتابل انكريتين هرمون، وده طبعا حقن غاليه جدا. عندنا فيكتوزا الحقن عامله 1772 جنيه فيكتوزا، وساكسندا. فيكتوزا وساكسندا. ساكسندا بيبقى فيها قلم واحد اهو، فيكتوزا بيبقى فيها قلمين. تمام، الاتنين بنفس السعر، يعني القلم الواحد عامل 870 جنيه، القلمين عاملين 1750 جنيه. تمام، فيكتوزا وساكسندا. وطبعا الحاجات دي عملت ضجة كبيرة في الويت لوس، لان زي ما قلنا هي ادوية بتقلل الانسولين. تمام، ده رقم واحد. تاني حاجة كمان ان هي بتقلل الجلوكوز، وكمان بتحسسك بالشبع. تمام، بتقلل الابيتايت. تمام، والفود انتيك. فهي عملت ضجة كبيرة جدا في ادوية التخسيس اليومين دول، وفي ابحاث كتير عنها. يعني هتلاقي اشهر حاجة في التخسيس حقن الاوزمبيك، لو تسمع عنها، حقن غالية جدا وبدأوا يستخدموها للتخسيس. طبعا بتبقى الجرعات دي، يعني دي مثلا جرعة 6 مللي جرام لكل ملي. تمام، لا الجرعات بقى لما بتبقى للتخسيس بيتاخد بجرعات اعلى من السكر كمان. احنا كده خلصنا 3 انواع من الاورال هايبوجلايسيميك دراجز. قلنا السكريتو جوجز، وبعد كده قلنا الانسولين سنسيتايزرز اللي بتزود حساسيه الريسبتور للانسولين، وبعد كده البيبتايد انالوجز. ندخل بقى على اخر حاجه وهو الجلوكوزيوريك دراجز، حاجات بتنزل السكر في البول. ازاي؟ عن طريق ان هي بتعمل انهبيشن للصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2. عندنا ماده الامباجليفليزول موجود في امبيكوزا ماده الامباجليفليزول. بعد كده عندنا جاردينس موجود بتركيز 10 وتركيز 25. وميليتوفيكس امبيكوزا مشهور الامبيكوزا، وجاردينس وميليتوفيكس. طبعا قلنا الحاجات دي هي ادويه سكر، وكمان لو حد عنده ضغط وسكر او حد عنده قلب وسكر، فالدكاتره دلوقتي بقت تفضل ان هي تكتبها بحيث يبقى 2 في 1. بعد كده داياكيوريماب وفاجليزينو. يعني اشهر حاجه الامبيكوزا والجاردينس والميليتوفيكس. امبيكوزا وجاردينس وميليتوفيكس. ممكن الداياكيوريماب مشهور شويه. تمام، ادي صورهم تاني: امبيكوزا جاردينس ميليتوفيكس وداياكيوريماب وفلازينجو، يعني مش مشهور قوي. بعد كده ماده الداباجليفليزون فروكسيجا، هو اشهر حاجه جلوكوزيوريك، يعني اشهر حاجه جلوكوزيوريك هو الفروكسيجا، موجود منه تركيز 5 وتركيز 10. تمام، ده اشهر حاجه في الادويه دي كلها، فروكسيجا. وعندنا جليفلوزينو برضو مش مشهور قد كده. يبقى فروكسيجا، امبيكوزا، جاردينس، ميليتوفيكس. لو عايز تطلع ب4 ادويه من السلايد دول يبقى هم دول: امبيكوزا، جاردينس، ميليتوفيكس، وفروكسيجا طبعا اولهم. بكده نكون خلصنا كل ادويه السكر في الصيدليه. حاجات سهله وبسيطه جدا، وحاولت ان انا اسهلها لك على قد ما اقدر. طبعا مش هتلاقي اي دواء في الصيدليه غير الادويه اللي انا قلت لك عليها دي. كل الادويه اللي انا قلتها دي هي كل ادويه السكر في الصيدليه. ونشوف بقى يعني تقريبا ادويه السكر في الصيدليه تكاد تكون نص الصيدليه. فانت كده بمجرد سماع الفيديو ده فانت معاك انت كده اخدت كميه محترمه من الصيدليه. تمام. وطبعا كل شابتر انا بنزله بيبقى فيه PDF موجود على قناه التليجرام بتاعتنا. لو انت مش موجود على القناه فالوصف بتاع اللينك بتاع القناه هيبقى موجود في وصف الفيديو. تقدر تدخل القناه وتستفاد من كل الحاجات اللي موجوده فيها. في النهايه بشكركم جدا جدا جدا، وبتمنى اكون افدتكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.